احنا هنعمل النهاردة العيش، حيث ان احنا بنتزنق في اوقات كتير جدا. انا عن نفسي بتفاجئ الصبح وانا بعمل الفطار ان ما عنديش عيش. فهنعمل العيش ده في السريع، حاجة سهلة ومضمونة ولطيفة جدا. احنا بنحتاج 4 كوبايات دقيق، معلقة بيكنج باودر، معلقة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة، و2 معلقة سكر، 2 معلقة خل صغيرة، كوباية مية دافية. والسر بقى في البرطمان الفظيع دوت ان احنا بنحط فيه الخل، الخميرة مع السكر، وبنقلبهم وبنسيبهم على جنب يخمروا. احنا هنحط بقى البرطمان السحري ده اللي هنحتاجه في كل الطلبات بتاعتنا. بعد كده هنحط السكر والخميرة في البرطمان ده، او مع المية الدافية. هنحط شوية مية دافية اللي هنستعملهم في العجن في البرطمان السحري ده. وهنسيبهم على جنب يهدوا شوية كده، 2 3 دقايق، عقبال ما نرجع لهم تاني. وبعدين هناخد بقى الدقيق، وهنحط عليه البيكنج باودر ومعلقة الملح، وهنقلبهم كويس. احنا حطينا الدقيق وحطينا عليه البيكنج باودر والملح وبس. وبعدين دي الخميرة اللي احنا عملناها في البرطمان السحري هنحطها عليه، اللي هو الخميرة مع السكر. وهنحط كمان عليه معلقتين الخل. والمية بقى دي هنحطها على حسب كل واحد والدقيق بتاعه ما بيبدأ ياخد المية قد ايه. فهنشوف مع بعض اساسا ازاي نبدأ نحط المية. هي من كوباية لكوباية وربع على حسب المية. ودي شكلها بعد ما عملناها وعجناها كويس قوي، تقريبا 7 دقايق عجن كويس. هنغطيها وهنسيبها تخمر لغاية ما حجمها يتضاعف. هوريكم ازاي بعد كده هنقسمها. ده التقسيم بتاعت العيش بعد ما سيبناه يخمر شوية، تقريبا ساعة. قسمناهم تاني وسيبناهم يخمروا برضو ساعة تانية، يعني نص ساعة تقريبا كده. وبعد كده هنبدأ نفردها. وخدنا بقى كورة من الكور اللي احنا عملناها وبدأنا نفردها بالطريقة دي. وبعد كده هنحطها على جنب برضو يعني مدة 10 دقايق كمان. وبعد كده هنبدأ نخبزهم على على طاسة على البوتاجاز من فوق. وده نتيجة العيش بعد احنا ما حطيناه على الطاسة وسويناه من فوق. بس على فكرة هو طعمه حلو قوي.